صباح الخير عليكم. النهارده هنتكلم على تالت نوع، وهو نوع صاحب البيزنس أو اللي بيدير شركة أو بيدير كيان، سواء هو كان الفاوندر أو الجيل الأول للشركة دي وهو اللي بيديرها، أو كان الجيل التاني أو الجيل التالت اللي بيدير هذه الشركة وورثها. مشكلة كبيرة بقع فيها إن أنا اللي ابتديت هذا الكيان أو أنا شغال فيه من صغري، فأنا اللي فاهم فيه كل حاجة، فأنا اللي أقدر أقومه وأكبره وأشغله، أنا اللي فاهم كويس أوي. وأفوجئ بعد كده أشتغل مش عارف أكبر المبيعات، أنا قاعد بزود في المبيعات بس صافي ربحي بيقل، مع إن المفروض إن صافي ربحي بيزيد. أنا قاعد باضبّط الناس وباضبّط مواعيد العمل وباضبّط بيئة العمل والناس مش بتقعد معايا ومش بتشتغل. لأ، أنا عندي مشكلة باجيب أحسن مَكَن، باجيب أحسن خامات، بس الproduct طالع شكله وِحِش أوي والناس ما بتفهمش، وأنا قاعد طول النهار باهاتي وباقول إحنا عايزين نكبر وباقول إحنا عايزين نصدّر وباقول إحنا عايزين نطلّع أحسن quality. أنا الناس اللي شغّال معايا ما بتفهمش. دايمًا بنُقع في مشكلة كبيرة، إن المشكلة دايمًا كلّها عند الناس، مش بداية المشكلة بتكون عندي أنا شخصيًا. لو طلبت منّك تشاور على حد وتقول له المشكلة عندك، هتكتشف إن في 3 صوابع بتشاور عليك، ممكن تكون أنت أكتر من 50% من المشكلة تكون سبب من عندي أنا. ممكن أكون مش عارف أصلًا أحدد الvision بتاعتي بشكل واضح جدًا ومكتوبة والناس عارفاها، مش عارف أخلّي الناس كلّها ماشية وتجري عليها، مش عارف أحط أرقام محددة وتوجه محدد نشتغل عليه، كلّه في راسي، كلّه في دماغي، بس الناس ما بتقراش الغيب، الناس ما بتقراش اللي في راسك. لأ، أنا اللي باعرف أدير الكاش كويس والفلوس كويس. أُمّال ليه عندنا مشكلة في الcash management؟ لأ، أنت مش بتعرف تديره كويس. لازم أبتدي أحدد بشكل واضح وclear الشركة دي عايزة إيه، مكانها إيه في السوق، تواجدها إيه في السوق، بتعمل إيه في السوق، إيه اللي مخلّيها مميز، الvalue proposition بتاعها هو إيه في السوق. بعد كده أبتدي أكمّل بقية الحكاية، أبتدي أشوف عشان أقدر أحقق ده والرؤية بتاعتي والأهداف بتاعتي، محتاج إيه في الهيكل الإداري، محتاج إيه في كل إدارة، محتاج مين اللي يمسك الإدارة. ده سؤال مهم جدًا، لإن أنا ممكن أعمل هيكل إداري كويس، بس الكفاءات اللي موجودة ما تساعدنيش في ده. محتاج إيه اللي يكون عندي من سياسات، من إجراءات، محتاجة عندي أدير المنظومة إزاي جوّه الشركة، إزاي كُلّه يبقى تروس متعشّقة في بعض، لإن أي تِرس فيهم فيه خلل هيأدّي للآخر إن أنا بابيع كتير ومع ذلك أنا باخسر وعندي خساير. المشكلة مش إن أنا أكون بادي الbusiness، المشكلة الكبيرة هو إزاي أعرف أخلّي الbusiness ده كُلّه حلقة مع بعض متواصلة، فيها harmony، كُلّه بيجري على شريط القطر على حاجة واحدة. صباحكم زي الفل، وصنّع في مصر، ودوّر على إنك تخلّي شركتك أحسن، وإزاي تخلّي كل الناس اللي في الشركة بكل الإدارات تمشي على قضيب القطر اللي أنت عايزه. صباحكم زي الفل.